تخيل معايا المشهد ده. يوم شم النسيم، الأسرة الكريمة ملمومة، وفجأة بتظهر على السفرة سمكة غريبة. لو شميت ريحتها في أي سياق تاني غير الأكل، غالبا هتتصل بالشرطة فورا إنك هتحس إن حصلت كارثة بيئية في الشارع. أيوه بالظبط، هو الفسيخ. الكائن اللي ريحته ممكن توقع دول وطعمه حاد لدرجة إن لسانك بيحتاج يعمل ريستارت بعد كل قطمة. ومع ذلك إحنا بناكله. مش بس بناكله، إحنا بنحتفل بيه وبندافع عنه بشراسة كمان. لو حد قال لك إيه القرف ده، هتلاقي نفسك بترد عليه وتقول له انت ما بفهمش في الاكل. المهم ان السؤال هنا مش عن الفسيخ، السؤال هو ليه. ليه بنعمل في نفسنا كده؟ ليه بنقنع روحنا ان حاجه تبدو موضوعيا مش منطقيه، سمكه ريحتها لا مؤاخذه مقرفه، هي بالنسبه لنا قمه المتعه واللذاذه؟ اهو ده بقى يا صديقي المدخل لواحد من امتع واغرب المفاهيم في علم النفس، واللي هو التنافر المعرفي. بص يا سيدي، التنافر المعرفي ده باختصار هو الحالة النفسية اللي بتحصل لك لما يكون عندك فكرتين أو معتقدين عكس بعض تماما. مخك بيكره الإحساس ده، فكرة إن يكون في حاجة متناقضة أو حاجة عكس حاجة بتخليه مزنوق أو يحس إن هو متناقض. عامل زي ما تكون لابس شراب فردة بيضة وفردة سودة، بتحس ان في حاجه غلط ولازم تصلح. فلما مخك بيتحط في الزنقه دي، بيعمل ايه؟ لازم يغير واحده من الفكرتين عشان يحس بالراحه والسلام الداخلي. تخيل انك نزلت اشتريت جاكيت ب 3000 جنيه، وبعد ما روحت البيت اكتشفت ان خامته مش قد كده، وسعره الحقيقي المفروض ما يزيدش عن 500 جنيه. هنا بيحصل الصراع. الفكره الاولى اللي هي الحقيقه المره، يعني انا اتضحك عليا ولبست جاكيت غالي على الفاضي. الفكره الثانيه، الفعل اللي انت عملته، لا انا انسان عاقل وذكي ودفعت مبلغ كبير بارادتي في الجاكيت ده. الفكرتين دول عاملين حادثه جوه دماغك. مخك مش هيستحمل فكره انه غبي او انه اتنصب عليه. فيقوم عامل ايه عشان يحل المشكله؟ بالظبط، هيغير الفكره الاولى. فيبتدي يقول لنفسه استنى بس، شوف كده القصه بتاعته. لا لا، حاجه جميله. الجاكيت ده فاشونيستا خالص، ده استثمار للمستقبل، ده مش موجود في اي حته تانية، ده براند عالمي. شفت اللفه دي؟ مخك بدل ما يعترف بالغلطه لف لفه طويله عريضه عشان يقنعك ان قرارك كان صح 100%، وانك راجل فاشينيستا. تعالى بقى نرجع للفسيخ بتاعنا. اهو الفسيخ ده هو المثال الحي للتنافر المعرفي في ابهى صوره ليه. بص، الموقف كالتالي. الفكره الاولى اللي هي الحقيقه الموضوعيه، انا باكل سمكه ميته ومتخزنه في ملح لايام طويله، وريحتها لا تطاق وممكن تسبب لي تسمم. الفكرة التانية واللي هي الفعل والمعتقد الاجتماعي، أنا باكلها دلوقتي وعيلتي كلها بتاكلها، ودي طقوس احتفال وبهجة من أيام أجدادنا الفراعنة. هنا مخك متكهرب من التناقض، وعشان يحل الأزمة دي لازم يغير فكرة منهم. تفتكر هيغير أنهي الأسهل؟ هل هيغير فكرة إن أنا وعيلتي والمجتمع كله غلطانين؟ طبعا لا. الأسهل إنه يغير الفكرة الأولى ويحولها لا دي مش ريحة وحشة، ده طعم ونكهة مميزة. محدش هيقدر الطعم ده غير كيفة الأكل بجد. ومع مرور الوقت ومع تكرار العملية دي كل سنة، انت بتبدأ تصدق التبرير ده بجد. بتصدق ان طعمها لذيذ وان ريحتها جزء من التجربة عشان تريح دماغك من الصراع الداخلي. بص، هو انت مش بتكذب، انت مخك بيعمل تعديل بسيط للواقع عشان يتوافق مع افعالك. انت منفذنا معاك كل ده ليه؟ طب وايه علاقة ده بحياتي اصلا؟ الفكرة يا صديقي مش محصورة في الفسيخ والجاكيتات الغالية بس، دي بتحصل معانا كل يوم في اكتر من موقف. في الشغل، لما تفضل في وظيفة انت كارهها ومرتبها قليل، بتبدأ تقنع نفسك بكلام زي بس انا باخد خبرة محدش بياخدها، والناس هنا طيبين والمدير صح رخم شوية بس بيعلمنا نكون صبور. تبريرات عشان تهدي نار التنافر اللي جوه دماغك. في العلاقات، لما تكوني في علاقة مؤذية ممكن تلاقي نفسك بتقولي هو عصبي شوية بس قلبه أبيض، وهو بيعمل كده عشان بيحبني وخايف عليا. ده تغيير للواقع عشان تبرر استمرارك في العلاقة دي. او لما تتخانق مثلا مع صاحبك وتكون انت اللي غلطان، بدل ما تعتذر ممكن تقعد تقنع نفسك ان هو اللي استفزك وانه كان يستاهل اللي اتقاله عشان تحس انك صح. الخلاصه يا صديقي، المره الجايه لما تلاقي نفسك بتدافع عن قرار خدته او حاجه بتعملها بدفاع مستميت وغير منطقي، خد خطوه لورا واسال نفسك، هل انا بدافع عن الحاجه دي عشان هي فعلا صح، ولا عشان مخي بيحاول يهرب من زنقه التنافر دي؟ فهمك للعبه الصغيره اللي مخك بيلعبها عليك دي هو اول خطوه عشان تاخد قرارات افضل، وتعرف امتى تكون بتقاوح عشان انت صح، وامتى بتكون بتاكل فسيخ وانت مش واخد بالك. ودلوقتي لو سمحت استاذنك بس تناولني بصلايه عشان